هلو يا دكتور، اعرف ازاي ان الكلب او القط عليه قراد او براغيث؟ خلينا نبتدي بالقراد. القراد بيستخبى في اماكن معينه في الكلب، زي بين صوابعه، في البوز من تحت، بين ايديه وبين رجليه، ورا ودانه وجوه ودانه، عند رقبته وعند وشه، وممكن تحت الديل او على الديل نفسه. طيب انا المفروض افتش الاماكن دي كويس قوي كل لما ارجع من التمشيه مع الكلب. ده بالنسبه للقراد. بالنسبه للبراغيث سهل قوي ان احنا نشوف الفلي داست او بواقي البراغيث على ظهر الكلب. صعب ان احنا نلاقي البراغيث نفسها على ظهر الكلب او القط. هنمشي بايدينا او بفرشه او بمشط عكس اتجاه الشعر من الديل للراس، ونبتدي نبص على الجلد وعلى الجذور بتاعه الشعر. لو لقينا حاجه عامله زي الفلفل الاسود، حاجه متناثره كده على ظهر الكلب او القط عامله زي الفلفل الاسود، ده الفلي داست اللي هو بواقي البراغيث والبيض بتاعها. ده اللي بنلاقيه عليهم، يبقى احنا كده عرفنا ان الكلب هيفلي انفستد او عليه براغيث او كتير، فعشان كده عامله فلي داست كتير. دي كانت معلومه النهارده، وكل سنه وانتم طيبين.